سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قراءة سريعة للمجموعة السين، مجموعة السي، وهو أن الأرجنتين صارت في الدرك الأسفل في المرتبة الرابعة، السعودية في المرتبة الأولى بثلاث نقاط، وهناك المكسيك وبولندا في الدرجة الثانية. المهم نتمنى التوفيق للمنتخب العربي السعودي بالانتصار في المقابلة القادمة. إذا انتصر فهو سوف يضمن على الأقل التأهل، ولكن حتى لا يكثر يعني عليه الانتصار صراحة في كل مقابلة حتى يضمن المركز الأول، ويسهل عليه يعني الالتقاء في سدس عشر نهاية كأس العالم، فالالتقاء بممكن الفريق الثاني في المجموعة الثانية. إذا إذا الانتصار هو في صالح السعودية. اللهم إذا حدث شيء وانهزمت يكون عند بعض الحسابات والمشاكل. المهم يجب الحفاظ على الانتصار، عدم الغرور. وشكرا، نتمنى لكم مبروك على المنتخب السعودي الحبيب. و يعني قراءة من قراءات يعني إذا انتصرت الأرجنتين يصير عندها ثلاث نقاط، وإلا إذا انهزمت مرة أخرى وتعادلت يصير عندها نقطة ويصير عندها مشكل. هذا هو النصيحة. وحتى الأرجنتين سوف يعني تلعب مع بولندا والمكسيكو، إذا وسوف تلتقي كذلك المكسيك مع السعودية، وكذلك بولندا مع السعودية. إذا حافظت السعودية على الانتصارات فهذا سيكون بادرة مفاجأة الدورة ومنتخب قوي. وكذلك غدا إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي، إن شاء الله ينتصر على كرواتيا. ويجب الحذر، أنصح المغاربة بالحذر وإتقان لعبة الشروط، وإتقان كذلك الدفاع والهجوم ووسط الميدان. ونتمنى لكم الخير للجميع. مبروك السعودية، شرفتوا العرب والمغاربة والمسلمين وأسياء. ونتمنى كذلك أن على المنتخب القطري العنابي أحبابي أصحابي أن ينتصروا على السنغال سيدي، وانتصروا مرة أخرى في المقابلة على هولندا وتتأهلوا. علاش تخافوا؟ شوف السعودية لعبت الشجاعة والثقة في النفس، وقلتها من الأول. يعني انهزمتم لأن ما كانش عندكم ثقة في النفس وكنتم خايفين، ولازم هناك كذلك الاستفادة من الطريقة التي لعبت بها السعودية، يجب الاستفادة. وأتمنى من المنتخب المغربي الحذر. وشكرا لكم، وإلى اللقاء. كان معكم الشاب الشخصي من الولايات المتحدة الأمريكية.